النهاردة دي ايه هي الأكلة؟ هنعمل شوية لحمة راس. بمناسبة عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين يا رب، وعيد أضحى مبارك علينا وعلى أمة محمد. هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة حلوة قوي، وهنعمل كمان شوية رز الحبة والحبة هيعجبوكم قوي، بس نتابع الفيديو للآخر. ولو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي أميرة. ممكن تكملوا الفيديو للآخر وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. وبعد كده بنجيب حلة كده على النار وننزل فيها بشفشق من المية، واول ما تغلي كده، طبعا في الوقت ده انا معايا تقريبا كيلو من لحمة الراس، تكون مغسولة كويس جدا جدا ومنقوعة شوية، علشان الشعر اللي بيكون فيها لازم تتغسل كويس جدا جدا يا جماعة، وتتشطف زي على قد ما تقدروا يعني. وبعد كده اول المية بتاعتنا ما تغلي ننزل فيها بلحمة الراس، وبعد كده ما تغلي غلوتين بيطلع على وش، احنا بنسموه الريم عندنا، اكيد انتوا كمان بتسموه كده. نشيل الريم ده، ما تفكروش دي حاجة وحشة يعني، هي حاجة بسيطة جدا عشان انا غسلاها ومنضفاها، بس دي بتبقى دهون زيادة او زفارة في اللحمة يعني. وبعد كده نزلت ببصلتين صغيرين او بصلة كبيرة وطماطمتين متقطعين كده. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا الجميلة، الفلفل الاسود والملح وبهارات لحمة، اهم حاجة هو الفلفل الاسود والملح. بعد كده بقى نجيب حلة، عمل اللحمة ما تستوي، نعمل بقى الرز، احلى شوية رز مصري ممكن تدوقوهم، الحبة والحبة. بنجيب كوباية رز مصري نغسلوها ونصفوها، في ناس مش بتغسلها بس انا بحب اغسلها. ننزل بمعلقتين من الزيت على معلقة من السمنة، وبعد كده ننزل بكوباية الرز المتصفي ونقلبهم كويس. وبعد كده ما تتحمر وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ننزل بقى بكمية الرز المغسولة برضو، الكمية البيضة. انا بحب بصراحة الرز اللي لونه بني او لونه اصفر قد الرز الابيض، عايزين تنقصوا براحتكم. وبعد كده بنحط المية فوقيه، وبعد كده شوية ملح، لو عايزة تضيفي بدل المية شوربة من اللحمة براحتك، بس انا بصراحة بحبه بالمية زي انتوا طبعا بتفضلوه. نسيب بقى الرز يستوي على جنب، ونرجع بقى لحمة الراس اللي زي العسل دي، احلى شوية شوربة وريحتها والله كانت قلب الدنيا. لازم تجربوا الفيديو ده وتقولوا لي ايه رأيكم. بعد بقى في ناس بتاكلها كده زي اول ما بتطلع من الحلة، اول ما تستوي بتتاكل كده، انا بقى مش بنحبها كده، انا بنطلعها بقى في طاجن او في صينية علشان ندخلوها الفرن تتحمر معانا. ممكن تحطوا لها معلقة زبدة او معلقة سمنة في الصينية، انا بصراحة ما حطيتلهاش اي حاجة زيادة عن شوية ملح وشوية فلفل اسود، ونقلبهم كويس جدا جدا جدا، لازم التقليب المستمر فيها علشان كلها تتشرب وريحتها تقلب الدنيا. بصراحة بتبقى احلى حتة لحمة في الراس لما انت تعمليها بالطريقة دي. تمام، ندخلها بقى الفرن تاخد لون بس كده بسيط، لو مش حابين انتوا تضيفوها في الفرن عايزينها طرية زي ما هي براحتكم. بس والفيديو بتاعنا كان سهل النهاردة جدا، واتمنى تجربوه بنفس الطريقة. وبعد ما اتحمرت زي ما انتوا شايفين كده وخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، نرصه بقى في طبق ونشوف الرز بتاعنا اللي استوى اللي زي العسل ده. اتمنى تجربوا الفيديو، كان فيديو مميز زي ما قلت لكم. ولحمة الراس ريحتها قلب الدنيا، والتحميرة دي بتفرق فيها في الاخر جدا، وشوية الرز كمان المحمرين دول او الرز الحبة والحبة زي العسل. يا سلام يا سلام. وادي هوريكم الرز كمان معانا بعد ما استوى، مفلفل وجميل ولونه تحفة يا جماعة. انتم عايزين الرز الابيض يكون اكتر من الرز المتحمر براحتكم، بس انا بحب اعمل الكمية المتحمرة قد الكمية البيضة. عايزين انتم تخلوا مثلا انتوا هتعملوا كوبايتين، كوباية ونص ابيض ونص كوباية بس تحمروها براحتكم، برضو بيكون زي العسل ومفلفل وريحته كانت جميلة. اللي حابب يضيف نص معلقة فلفل اسود على الرز وهو بيستوي عادي مفيش اي مشكلة، زي العسل ولونه جميل جدا، بنموت في اللون ده. وكان فيديونا النهاردة مميز، اتمنى تجربوه وتشيروه لحبايبنا عشان الكل يستفادوا. لايك وشير وسبسكرايب للفيديو.